السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. رمضان مبارك سعيد، ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بصحة وعافية وطولة العمر يا ربي. خوتي وخواتاتي، اليوم بغيت نشارك معكم الزعلوك. الزعلوك راه معروف في المغرب، كلشي المغاربة كيعرفوا ليه، بس اليوم بغيت نشارك معكم الزعلوك بالدنجال مشوي. كلشي مشوي، الدنجال مشوي، المطيشه مشويه، الثومه الا ما عندكش مفرومه حتى هي مشويه، الفلفله الوان او عير الخضره بوحدها مشويه. راه كيجي غزال 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 غزال، كيجي فن ما شاء الله. ايوا كما كتشوفوا البنات، انا شويت الدنجال غير على البوطه. مني شويت الدنجال درتو فواحد البلاستيكه، وعاود شويت المطيشه، طماطم سمحوا لي، شويه طماطم حتى هي. ايوا دابا غنقشرو، وإلا عندكم الثومه صحيحه حتى هي شويوها، راه كتجي زوينه. غير انا عندي ما بقاتش عندي سالمه، عندي عا مطحونه، علاش ما شويتهاش، اما موالفه كنشويها. ايوا دابا انا غنقشرو ونقشر المطيشه حتى هي، والثومه الا عندكم حتى هي قشروها، حيدوا لها القشره. الثومه راه تمسوها تنزل من القشره الا كانت مشويه. كما شفتوا انايا كنقشر في الدنجالات، غنقشرهم كاملين وغنغسلهم شويه شويه ديال الماء، ونعاود نقشر المطيشه او الطماطم، نقشرها حتى هي، وندوز على شويه الماء باش يحيد هذيك القشره اللي باقا لاصقه في شي بلاصه، تحيد. انا قشرتها وغسلتها، ماشي بزاف تبقاو عاطين الماء، حاولوا تحيدوا غير ديك القشور الكحلين يتحيدوا. ودابا غنقطعها مزيان مزيان مزيان، قطعوها مزيان، فرموها بالموس، ما محتاجه لا طحانه لا والو، عا بالموس ضربوها مزيان بالموس راه عاد دير. مازال انا راني عندي مطيشه قاصحه، اما الا كانت مطيشه عاديه او طيبه يعني حمراء، راه دغيا غادا تمسيها بالموس غدوب قدامك. ايوا كيما شفتوا درتها في المقله وخليتها واحد شويه، ديتها وجدتها في المقله شويه حتى بدا كيتشرب داك الماء ديالها. الا فيها شي ماء يتحيد، عاد زدت عليها واحد شويه ديال الثومه، شي جوج الروس تاع الثومه. الا شويتيهم راه عاد ضربيهم بالموس تا هما، وعاد تلوحيهم في المقله مع المطيشه او الطماطم. منيش تشربات من الماء، عاد دابا غنزيد شويه ديال الزيت، درتها شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه، ونحرك. مني شوف دخل فيها الطياب، غنقطعو الدنجال حتى هو، غنضربو مزيان بالموس، راه دغيا غيتفرم معاكم. ضربيه مزيان بالموس دغيا، راه كتمسيه بالموس كيتفرم لانه مشوي مزيان. وغنزيدو دابا على المطيشه، زدت شويه ديال الزيت العود، زيت زيتون، زدت واحد الكميه باش الطماطم تعطيك هذاك الصوص ديالها. زدت واحد ملعقه ديال هذا مغرفه صغيره ديال مطيشه معلبه مصبره، غير معلقه وحده راه كافيه، حيت انا دايره كميه قليله. انا البنات راه ملي كيكون عندي الدنجال بزاف راني كنشويه وكنقيه وكنديرو في بلاستيكه ولا في علبه وكنلوحو في الفريغو، وقت ما بغيتو كنجبدو نخليه يطلق راسو ونفرمو ونصايب به نشوي ليه غير المطيش الطماطم والثومه صافي وها هو جاهز. دابا نضفنا الدنجال على الطماطم، غنحرك مزيان حتى يتخالطوا، يعني يدخلوا في بعضياتهم.
نزيد شويه ديال الزيتون مقطع. سمحوا لي الا كان التصوير ما واضحش. زدت شويه ديال الكمون، شويه ديال بابريكا حاره، شويه هاد بابريكا شويه حاره. بغيتي ديري فلفله حاره فرميها مزيان تاهي ولوحيها، اولا تاهي شويها وقطعيها ولوحيها. انا ما كناكلوش الحار بزاف، فكنكتفي غير بهذيك شويه البابريكا اللي فيها شويه الحار صافي. وهاود الزعلوك ديالنا واجد. الا عندك فلفله الوان حتى هي شويها وزيديها كتجي روعه. انا ما عنديش. نتمنى يعجبكم وديروا لنا لايك واشتراك وتفعيل الجرس. جزاكم الله كل خير. مع السلامه.